فاكرين فيلم محامي خلع لما وقف في المحكمة وقال له اختلاف سرعات، اختلاف قوة حصينة؟ ساعات بنلاقي مشكلة شبيهة بالتشبيه ده، اللي هو يا ترى سرعة الرجل للإنزال عادية ولا بدري قوي ولا متأخر خالص؟ المشكلة دي لما بتجيلنا بشكل مختلف شوية، اللي هو يا إما الزوجة ما بتستمتعش لأنه سريع جدا، يا إما لو سريع قوي قوي فبيبقى هو نفسه ملحقش يتمم العلاقة، أو العكس تماما إن هو بطيء ومتأخر قوي. ودي بتعمل مشكلة كبيرة يا جماعة، لأن الطرفين ممكن ما يبقوش مبسوطين. اللي بيبقوا مبسوطين لما الراجل يبقى سريع شوية، بس هي طبعا ما بتبقاش مبسوطة. لما بيبقى سريع قوي الراجل ما بيتبسطش، لما يبقى بيتأخر قوي ما بيتبسطش. مشكلة طبية اسمها القذف السريع premature ejaculation. فسيولوجيا مفروض إنه بيحصل نوع من أنواع التحكم في توقيت القذف عند الرجال، لكن للأسف الشديد في بعض الرجال بتصاب بما يطلق عليه سرعة القذف. وسرعة القذف دي هو اللي بيقدر يقول إنه أنا بيحصل الإنزال قبل ما أكون عايزه ينزل. أحيانا بيبقى من قبل حتى ما يقرب من مراته، أحيانا لما بيقرب بس قبل ما يحصل الجماع، وأحيانا أول ما بيحصل دخول، واحيانا اخرى بتخلي الزوجه تشعر انه انا مش طرف بيلعب معاه. sex is about tennis، لعبه بيلعبوها الاثنين مع بعض. فلما طرف يكون حس فجاه انه انا يعني ابتدينا امتى وخلصنا امتى انا ما اعرفش، فهي ما انبسطتش، وده بيؤدي الى ان هي ممكن تبقى غير مقبله على العلاقه، وهو يبقى حاسس انه اقبالك ده بيضايقني اكتر، فبيبعدوا عن بعض اكتر. ففي اول لقاء بينهم يحصل قذف سريع برضه.